لما اقول لك حرف الشين يبقى تقوليش ما انت خدتي حرف السين هنعمل زيه بالظبط. هقول لك لا خالص، ده مش زي ده. بصي بقى، هناخد هنا الاتجاهات الصحيحه لحرف الشين، بس هناخدها ايه؟ قلت لكم قبل ما ينفعش ناخد الحرف بطريقه واحده. امال البدايه ايه؟ بصوا معايا، اول حاجه بناخدها ان احنا بنعمل ايه؟ نعمل طبق صغير بتعلمها ابنك كده اهو، واقف على السطر. تاني، طبق صغنن واقف على السطر، وما تخليش ابنك يطلع من فوق، لا مش من فوق وينزل كده. لما يطلع من فوق كده وينزل ويطولها كده، لا دي مش عايزينها. احنا عايزين ايه يا مس ايمان؟ اهو طبق صغنن اهو على السطر، واقف على السطر. دي اولادنا اللي في كي جي 1 في البدايه من الصفر يا جماعه. خلاص طيب، ابني كتب دي كذا مره بطول الصفحه، 9 مرات عشان الصفحه 9 اسطر. نيجي بعد كده، يلا يا حبيبي ها، هتعملي ايه يا ماما؟ بص هعمل لك ايه يا قلبي. ها، طبق صغنن كده اهو، واعملي طبق جنبيه تاني كده. انت كده بتفهميه البدايات، بتديله الاساس. فدي الاساس صح عشان ابنك يتاسس صح. تاني يلا يا قلبي اكتب تاني. حاضر يا ماما. بصي اهي، طبق صغنن كده وطبق صغنن تاني كده، لازم يكون واقف على السطر. وقلت لك كذا مره ما تكبريش كده، بلاش نكبر كده، لا لا اهو بصوا اهو، من قريب جدا من السطر اهو، خلي فيه مسافه صغنونه اهو، مسافه صغنونه اهي. خلاص، اقول له طبق صغير. جميل. وبعدين ايمان، وبعدين الطبق الكبير ده يا ولاد ينزل، اقف على السطر، اقف على السطر، انزل 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 انزل، وقف على السطر تاني. تاني، اقف على السطر، انزل انزل، طبق كبير، وقف على السطر تاني. تاني، اخليه يكررها كتير جدا، انزل 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 انزل، وقف على السطر تاني. ده لكي جي 1 اولادي اللي لسه بيتاسسوا. انا بقول لك على الاتجاهات، الكلام ده للمعلمات والاولياء الامور وللطلاب. طب انا يا مس ايمان بقى ها، هكتب ازاي حرف الشين؟ انا لسه دلوقتي لحد الان ما كتبتش الشين اهو، لحد الان انا باسس بس. تمام، طبق صغنن اهو. ماشي يا حبيبي، وهنيجي من تحت كده، بصوا من تحت اهو، واروح لف تاني كده اهو. وبعدين اسيب القلم، وبعد ما اسيب القلم انزل طبق كبير كده، واقف على السطر. بالله عليكم ايه رايكم؟ خلاص. طب بس ايمان، ابني في الاول مبدئيا ابنك هيعمل كده، بعد كده هنعلمه بقى، يلا ها، طبق صغنن كده، وانزل بطبق تاني، وسيب القلم. لازما كلمه سيب القلم دي، ابنك هتلاقيه بيجيب من هنا كده وينزل كده. لا انا عايزه من هنا، من تحت كده، من هنا. انزل يا حبيبي رقم عصايه كده زي التلاته اهي، اهي. واروح لفه لفتي كده، سين. تاني ما تخليش يكبر خطه. تمام، طبق صغنن، طبق صغنن، سيب قلمك. ها، من تحت هنا انزل بالواحد كده. وخلي بالك لو اتعلم يكتب السين والشين، هيتعلم يكتب التلاته في الحساب بطريقه حلوه جدا جدا. الامهات اللي بتقول تلاته بتتكتب كده وينزل عصايه، لا. انا حتى في السين في امهات بتسيب ولادها يكتبوا كده اهو، ويعملوا كده وكده وكده، وينزلوا بطبق كده. دي غلط تماما. اياكي تسمحي لطالب ولا حتى مبدئيا، ولا حتى مبدئيا يكتب بالطريقه دي. يا مستر مبدئيا بس هخليه يكتب كده ويعمل كده وكده في الاول بس، يا بس لا لا، ما احبش كده. امشي من الاول، من البدايه كده، اتجاهات صحيحه وسليمه، والدنيا خلي الدنيا معاكي حلوه. اصبري عليه عشان تجيبي الطريقه الصح. جميل. تالت حاجه يا مس ايمان ايه؟ تالت حاجه بقى، احنا كده ما حطيناش نقط كده، احنا وصلنا يا حبيبي ايه؟ الحرف ايه؟ لحرف السين. هنا بقى اتعلمي مبدأ حلو قوي. ايه المبدأ الحلو يا مس ايمان؟ ان احنا هنقول له ده حرف السين، انا عايزه اخليه شين. انت كده بتشغلي دماغه، بتشغلي الجمجمه. تمام، فهتعملي ايه؟ بصي اهو، طبق صغنن وخلاص حفظ، وطبق صغنن، سيب قلمك وانزل من تحت ولف لفه واقف على السطر. بصي بقى تقولوا ايه؟ بوصه لماما، وبوصه لبابا، وبوصه لمس ايمان. يلا اللي عايز تبقى معلمه شاطره تعمل زي كده. خلاص. طيب مش كده احنا مش محتاجين كورسات. الناس اللي طلبت مني المعلمات عايزه كورس لو سمحتي يا مس، لا مش محتاجين كورسات. خشي على اليوتيوب وهتلاقي الدنيا معاكي زي الفل. تاني، طبق صغنن، طبق صغنن، ها، انزل بطبق كبير وقف على السطر. بوصه لماما، وبوصه لبابا، وبوصه لمس ايمان. تاني، طبق صغنن، طبق صغنن، سيب القلم. ها، انزل تحت كده. ها، طبق كبير واقف على السطر، بوصه لماما، وبوصه لبابا، وبوصه لمس ايمان. ده حرف الايه يا حبيبي؟ ده حرف الشين. ابنك هينزل بطول الصفحه، يعني 9 مرات. خلاص. دي الطريقه الصحيحه لتعليم حرف الشين وحرف السين، بس الشين اكتر، ركزوا في الشين قوي لان ولادنا بيغلطوا فيها. تمام. طيب في مس ايمان شويه اخطاء بنقع فيها، في مس ايمان شويه اخطاء كده بنقع فيها. في شويه اخطاء، ركزوا معايا كده في الاخطاء دي. ابني في الاول هيكتب، ابنك في البدايه هتلاقيه بيكتب لي كده حرف الشين كده وينزل كده. حبيبه قلبي اياكي توافقي، اياكي توافقي بالطريقه دي.
إياكِ، ولو حتى مبدئيًا. طب يا مِس ما هو بيضبطها، هو بيعملها كده وبيعملها كده وكده وبيروح نازل يا مِس عامل كده، إياكِ. دي طريقة غلط خالص، وبيفضل خط ابنِك لحد ما يكبر زي الزفت. ما تزعليش منّي، أنا باحبِك، والله باحبكم، بس باحاول بالطريقة الصحيحة أقول لِك أسِّسي ابنِك صح، على مثال الصفحة بتاعتي، أهو. طبق صغير، طبق صغير، سيبي القلم، انزل بطبق كبير يا حبيب قلبي، بوسة لماما وبوسة لبابا وبوسة لمِس إيمان. ابنِك بقى ممكن يكتب حرف، دي كده أول خطأ يا جماعة مش عايزينه. تاني خطأ إن ابنِك ممكن يكتب حرف الشين زي الفل أهو، بس يعمل لِك النقط بعيدة فوق كده، أو يعمل لِك النقط واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا. أنا مش عايزة كل ده يا جماعة. يعني ابني لمّا يكتب الشين زي الفل ويعمل لي النقط كده، إيه ده؟ أنتم بتهزروا؟ أنا مش عايزة كل ده، وبيحصل قدّامي وشُفته كتير جدًا. فمش عايزة يا أمهات ويا مُعلِّمات تسيبي الخطوات دي من إيديكِ، إياكِ. إياكِ طفل يكتب كده وتسيبيه، أو يكتب بالطريقة دي وتسيبيه وتطنّشي. أنتِ بتأسّسي، يعني أنتِ قدوة، فأسّسي صح. خلاص يا جماعة؟ فدي الأخطاء اللي بنقع فيها، إياكِ تعملي كده، مش عايزينها. مش عايزين ده يا جماعة خالص. مش عايزين النقط البعيدة، مش عايزين النقط المسافات الكبيرة، يكتب لي حرف الشين ويعمل النقط فوق كده، مش عايزين البعد الكبير أوي ده. فحسسوا أولادكم صح، ابني ابنك صح. تابعوني وإن شاء الله هانزّل لكم كل جديد في عالم التأسيس. عايزة أقول لكم المفروض نمّوا ولادكم بطريقة صح. هتلاقوا حرف الشين ومن أول ألِف لحد الشين الاتجاهات. أنتِ كمُدرسة أو أنتِ كولية أمر تابعي معايا، وهتلاقي الدنيا معاكِ زي الفل إن شاء الله. خلّي بالكم إن شاء الله قريبًا لو عايزين التمارين اكتبي بس تحت تمارين لحروف الهجاء، وأنا إن شاء الله هانزّل لكم تمارين كتيرة جدًا، جدًا. أتمنى تكونوا استفدتوا. أستودعكم الله. ما تنساش اللايك والشير والمتابعة والكومنت الجميل واشتراك القناة يا جماعة، فضلًا وليس أمرًا، اشتراك في القناة. خلاص، مستنياكم إن شاء الله في حرف الصاد. السلام عليكم.